الحقيقة أن هذه مسألة خطيرة جدا، تكفير الحاكم بغير دليل شرعي، وهو منهج الخوارج الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقتهم، وأن الصحابة أنفسهم يحضرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وكل من قرأ التاريخ يعرف أن الخوارج هؤلاء كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، ثم لما أجرى الصلح بينهم ارتدوا عليه وكفروه وحاربوه، والتاريخ يشهد بهذا. وليست كلمة الكفر كلمة سهلة، كل إنسان يكفر شخصا حاكما أو محكوما ولم يكن كذلك فإنه يرتد إليه تكفيره، إما عاجلا وإما آجلا، لأن الذي قال إلا حار عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده من شرع الله ما ليس عند غيره. ولهذا نحن نحذر إخواننا الشباب الصالح من إطلاق كلمة الكفر على أي إنسان، سواء كان حاكما أم محكوما، لأن الأمر ليس بالأمر الهين.